السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. ومش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع راية الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا عايز اتكلم عن حاجة مختلفة، وبرضه يعني هخلي وراه منه حاجه تخص الكوره برضه، بس خلينا في الموضوع ده الاهم، موضوع الزلزال. مين حس بالزلزال؟ مين ما حسش بالزلزال؟ الناس اللي بتقول لك ايه ده، انا ما حسيتش بالزلزال. يا جماعه ايه المشكله يا جماعه؟ انا عايز احس بالزلزال زي الناس ما بتحس. لو تعرف ان دي موعظه من ربنا، لو تعرف ان الحاجه دي لازم تاخدها عبره، لو تعرف ان الحاجه دي لازم يعني تعمل جرس تنبيه وجرس انذار كده، ان احنا في خطر وفي خوف وفي رعب وفي حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى بيدينا منها اشاره يمكن نتعظ بيها، مش هتقول حاجه زي كده. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. انا مش بس شيخ عليك ولا بعمل عليك شيخ، بس انا بقول لك ان الحدث دوت مش حاجه للسخريه. الحدث ده مش حاجه انك تقعد تقول لا ازاي ما حسيتش بالزلزال زي الناس. لازم تتعظ منها، والدلائل على كده كتير. وخش ابحث واقرا وتابع شيوخ، هتعرف ان الموضوع كبير وخطورته اكبر، وان دي حاجه من كتر المعاصي بتحصل. فربنا يرحمنا برحمته، وربنا يبعد عنا الفتن، وربنا يبعدنا عن كل المعاصي والذنوب، وربنا يجعلنا من المستغفرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب. بس انا حبيت ان انا اتكلم في حاجه صغيره، وحبيت ان انا ادي اشاره بس للناس، لو حتى 2 3 10 بيتابعوني ياخدوا بس حتى ولو عظه صغيره من الكلام ده. اتكلم بقى في الحاجه اللي بعديها، والحاجه اللي ممكن تكون بترفع علينا شويه. هي حاجه مش مهمه في حياتنا، بس حاجه من الترفيه. اتكلمنا عادي امبارح عن مباراة الاهلي وسيراميكا، وفوز الاهلي على سيراميكا ب1-0 بشق الانفس، وان فريق سيراميكا فريق كان قادر ان هو ياخد المباراة من الاهلي في اي فرصة من الفرص، او في اي وقت من اوقات المباراة. والجانب الاخر مباراة بيراميدز والزمالك، واللي تحس فيها برعونة من لاعبي الزمالك، وان تحس حتى جماهير نادي الزمالك بيدخل عليهم طابع ان عادي بيراميدز اللي كسب الموضوع في بيته. وبنسمعه كده من ناس كتير، والناس حتى الكلام دوت بيجي من ناس كبيره ومشجعين كبار في الزملكاويه، بل واعلاميين كمان، انه ما عندهمش مشكله ان بيراميدز يكسب او ياخد البطوله. اهم حاجه ان الاهلي هو اللي ما ياخدهاش. وحدث ولا حرج. شوف مين، احمد الخضري وغيره حتى في جمهور من الزمالك امبارح كان قاعد في المدرجات بيقول نفس الكلام، او حتى الرياكشن والاحتفال بهدف بيراميدز بيدل على الكلام ده. وحتى لعب بطريقه الزمالك في الملعب بتدل برضه على الكلام ده. فاحنا مش عارف، يعني انا مش عارف هي فين الكوره وفين المنافسه. وارجع بالمواسم 3 مواسم لورا وهتعرف ان فين المنافسه. والاهلي ما بيحطش في باله. الزمالك يلعب في الكونفدراليه، الزمالك يلعب في دوري الابطال، يلعب مطرح ما يلعب، الاهلي بيبص لبطولاته وبالنفسه. ما انا بقول لك برضو، والامثله كتير، وانت امثلتك كتير برضو في الاحداث زي دي. اسال الاسماعيلي واسال ناس كبيره في الاسماعيلي وتقول لك الكلام ده، ان مش دي اول مره ولا دي هتكون اخر مره. عشان ده طبيعي، اي حاجه تكسر في الاهلي احنا معاه، ما عندناش اي مشكله. الزمالك لثالث مره على التوالي لن يشارك في دوري الابطال، بل وخد الانقح انه ممكن ما يشاركش في الكونفدراليه. الاحتمالات انه ممكن كمان ما يشاركش في الكونفدراليه. فاضل مباراتين، والكلام ده مهم للاهلي ولاعيبته. الاول كانت الفرصه بايد بيراميدز وبايد فريق تاني، انك قاعد متابع انه يقع ويسقط. فسقوطه كان حتمي وجالك. وبقت دلوقتي الفرصه تحت قدميك، تحت رجلك، قادر انك تكسب وان شاء الله تتوج بالبطوله بمشيئه الله تعالى، بعد اجتهادك وتوفيق ربنا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى واجتهادك بعد كده.
هتقدر انك تاخد البطوله. فدلوقتي انا بقول لك الفرصه بقت في ايدك انت، الفرصه بقت في اقدام لاعبي الاهلي، فما تحاولش تفوت في نقطه عرق انك تحصل على البطوله، عشان دي هتكون بطوله كلنا عارفين هتبقى بطوله بريحه ايه. كلنا عارفين البطوله دي هناخدها من وسط مين. فان شاء الله الدوري اهلاوي. سلام.